ردت دول الصين، روسيا والجزائر بقوة على مسودة مشروع القرار الأمريكي بخصوص قضية الصحراء الغربية. تلك المسودة التي جاء في مضمونها وفق آخر التسريبات دعم للاحتلال المغربي للصحراء الغربية مقابل إقصاء واضح ومشحف لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وبما أن روسيا والصين أبرز الدول الداعمة للجزائر وللقضايا العادلة، فإن مسودة مشروع القرار الأمريكي تم رميه في مزبلة التاريخ قبل التصويت عليه كبقية القرارات التي حاولت الإدارة الأمريكية تمريرها في أكثر من مناسبة. ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مشاورات استثنائية مغلقة لمحاولة تجاوز الخلافات بين أعضائه حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن القضية الصحراوية وولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المينورسو. ويهدف هذا الاجتماع الذي يعقد خارج جدول أعمال المجلس الشهري إلى دراسة المسودة الأولية التي صاغتها واشنطن وجبهة البوليزاريو. هذا الاجتماع الذي يعقد برئاسة روسيا والتي قوبلت بمعارضة شديدة من بعض أعضاء المجلس على غرار روسيا، الصين، الجزائر والدول الأخرى غير دائمة العضوية، وامتناع بريطانيا عن التصويت وفق مراقبين. طيب، وإلى أي مدى ترون سعادة السفير أن مثل هذا القرار إذا تم اعتماده قد ينسف مسار التسوية الأممية برمته؟ بالفعل، بل أنه أخطر من ذلك، لن ينسف فقط أسس العملية السلمية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لأكثر من 3 عقود، بل إنه سيفتح المجال أمام دولة الاحتلال المغربي للاستمرار في سياستها التوسعية بما سيكون له من آثار وخيمة على السلم والأمن الدوليين، ولنسف مبدأ أساسي ومقدس في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي له، هو مبدأ احترام الحدود القائمة عندنا للاستقلال. إذن بهذه الحالة إذا ما تم تمريره بهذه الصفة، والنقاش ما زال دائرا ولم نصل بعد إلى تلك المرحلة، ولكن موقفنا جاء في إطار التحذير بأن مثل هذه الأمور لا ينبغي التعاطي معها بهذه السهولة، ولا ينبغي إتباع بعض الدول في سياستها التي تحاول تطبيقها ليس فقط في الصحراء الغربية وإن في مناطق أخرى، على اعتقادها بأن منطق القوة يمكن أن يؤدي إلى السلام. ونحن نقول هذا الشعب الصغير المسالم الذي دفع ثمنا غاليا من أجل حقوقه بأن السلام لا يمكن أبدا أن يكون إلا على أساس العدل والاحترام الكامل لحق شعبنا في الوجود الحر والسيد.